بقى أنا المهندسة حنان، بنت الناس الأكابر اللي ألف من يتمنى بس إن أنا أكلمه كلمة يحصل معايا كده في الأسانسير. كنت زعلانة جدا من اللي حصل وما كنتش مصدقة، بس الموضوع طلع غير ما كنت أنا متخيلة. صاحبة القصة بتقول: أنا اسمي حنان، عندي دلوقتي 28 سنة ولسه متجوزتش لحد دلوقتي. الموضوع مش زي ما انتوا فاهمين سهل كده ان يبقى في السن ده وما اتجوزش. هو سن برضه صعب جدا، محتاجة فيه حاجات كتير جدا، ولكن ساعات كتير الأهل من كتر ما البنت بتبقى وحيدة والولد بيكون وحيد، الموضوع بيبقى بالنسبة لهم مش قصة جواز. هو الموضوع بالنسبة لهم بيبقى غير كده خالص. بيبقى مفيش عقل أساسا عايز يستوعب إن ممكن يكون الشخص ده كبر ومحليه احتياجات، وإن لازم يكون ليه حياته وخصوصياته، وإنه بني آدم زي أي بني آدم. بابا وماما كلهم حب وحنية، ربوني على العطف والحنان من وأنا صغيرة. كانت كل احتياجاتي موجودة حرفيا عندي من قبل ما أتكلم. طول الوقت بيحاولوا إن هو يكون فيه استقرار وأمان وراحة في البيت عشاني. طول عمرهم بيفكروا فيا أكتر ما بيفكروا في نفسهم، وأنا بالنسبة لهم رقم واحد، يعني حياتهم كلها. وكل ده طبعا لازم يكون لي عندي تقدير، بإن أنا النهاردة لما كبرت لازم أحترم رأيهم، ولازم كمان ما أقولش لأ على حاجة هما مش عايزينها، وما ينفعش أعمل أي حاجة من غير رضاهم. طيب الحاجات دي كلها أنا هقدر أنفذها ازاي غير لو أنا جيت على نفسيتي وجيت كمان على كل حاجة بحبها؟ وكمان ما بقدرش أتكلم في الحاجات اللي هي تخصني أوي، لأن من كتر ما ربنا على الاحترام بقى عندي حياء زيادة عن اللزوم. وكبرت من غير هما ما يحسوا، وكأنهم مش شايفيني. أنا من كتر ما أنا جميلة كده وهادية، تحس كده إن أنا محبوبة من كل الناس. أنا اتربيت على التواضع وإن أنا دايما بعامل الناس كلها كويس، وإن احنا كلنا زي بعض، وحاجات كتير جدا أنا شايفة إن هي حلوة. وحبيت الظروف اللي جمعتني وخلتني أشوف الحياة بنظرة تانية. كان كل ما يتقدم لشخص ببقى عايزة أقول لهم إن خلاص لازم توافقوا، بيبقى هين عليا أخرج وأقول لهم ما بقتش ينفع إن انتوا ترفضوه، لازم إن انتوا توافقوا، ولازم إن أنا أكمل وأتجوز عشان أنا بقيت في سن لازم الجواز. انتوا مش حاسين بيا. ولكن ما كنتش بقدر أعمل كده، وما كنتش بقدر أقول كده، عشان كنت بخاف إن هما يشوفوني بنظرة غير اللي هما شايفيني بيها. وكان في حاجات كتير أوي بتحصل معايا ما كنتش بقدر أتكلم فيها، وحاجات ياما أوي كنت بشوفها وبحسها. الموضوع كنت فاكرة إن هو كده عند كل الناس، بس ده بقى اللي اكتشفته وعرفته بعد فترة طويلة. ولكن الموضوع اتضح إن هو مش عند كل الناس زي ما كان عندي، ولا كل الناس بيجرولها ويحسوا اللي أنا كنت حاساه. وعشان كده هي الحكاية جت بالصدفة، والموضوع كان غصب عني فعلا حرفيا. هما السبب اللي كونوا عندي نقطة ضعف. ما هو برضه مهما البني آدم يكون قوي أكيد هيجي عليه وقت وينهار من أي شيء هو محتاجه، وبالذات الحاجات دي الاحتياجات بتبقى وحشة جدا. وكبرت، وبعد ما كان بيجيلي عرسان كتير قوي، وبقى نعرف ان انا والدي ووالدتي مش عايزين يجوزوني، وان كل حد بيجي بيترفض، بدأت العرسان تقل كل فترة عن التانية. لما بعد كده ما بقاش حد بيتقدم لي اصلا، والدنيا وقفت، ولدرجة ان ماما وبابا بقوا مستغربين جدا. وكنت بسمعهم بيتكلموا مع بعض، بس ما كانوش بيرضوا يتكلموا قدامي. وكنت بسمعهم وهما بيقولوا ان احنا زعلانين، احنا ضيعنا فرص كتير جدا على البنت كبرت واحنا مش حاسين، وكل همنا انها ما تبعدش عننا، وعايزين نجيب لها عريس متفصل على مزاجنا.
والحقيقة ان مفيش كده النهاردة. لازم كل شخص يكون فيه عيب، ما أكيد كلنا بشر. ولكن كان فات الأوان. خلصت كليتي واتوظفت، وكنت كل يوم بنزل أروح الشغل. البواب عندنا كان بيطلع حاجات في الأسانسير، بس بالصدفة الحاجات دي كانت كتير، وكانت واخدة مكان أكبر يعني. واضطريت كده إن أنا أبقى واقفة مع الحاجات اللي موجودة. واللي حصل ساعتها إن أنا كنت قريبة جدا، وده كان غصب عني بسبب الحاجات اللي كانت محطوطة. الصدمة بالنسبة لي انهارت، ومش عارفة كان مالي. أنا أصلا بطبيعتي ما بحبش الأماكن المقفولة، بتتعبني جدا وبتخلي نفسي ضعيف، وبحس إن أنا مش واعي. فكنت تعبانة جدا، وفي نفس الوقت أول ما قربت يعني وحسيت كده إن خلاص سبته يعمل كل حاجة، وفعلا عمل كل اللي هو عايزه، وشال الحاجات بعد كده ونزل. وأنا فضلت زي ما أنا مش قادرة استوعب إن ده حصل. ولدرجة إن المشكلة هنا مبقاش موضوع حصل وخلاص، المشكلة بقت بالنسبة لي أكبر من كده بكتير. المشكلة إن أنا إزاي وصلت لمرحلة بقى فيه تنازل عن كل شيء، بقى فيه تنازل عن الكبرياء، بقى فيه تنازل عن العزة، بقى فيه تنازل عن حاجات كتير كتير كتير، كل اللي انتوا عايزين تقولوه. ازاي ان كل ده اتمسح في لحظة؟ وازاي ان انا بقيت كده؟ الصراحة حسيت ان والدي ووالدتي هما السبب ان مرسموليش من الاول حياة تبدأ مظبوطة، وان هما اللي وصلوني كده. كل الناس شايفاني مدللة، واني بسمع كلام بابا وماما، وان هما مش عايزين يجوزوني، وحاجات كتير جدا. هما اللي رسمولي كاركتر شخصية انا دلوقتي مش عارفة اعيش بيها. وكملت على كده، وياريت الموضوع وقف على كده. الموضوع اتكرر تاني، وبقيت انا اللي بستناه، عشان مع الأسف الموضوع حرك حاجات أكبر من اللي أنا كنت متخيلة. الموضوع معايا طلع حاجة فظيعة فظيعة، وبمرور الوقت وسكوتي لما بدأ معايا بدأ بطريقة غريبة جدا. ومشيت الدنيا على كده فترة طويلة. كنت كل يوم بحس ان انا ما ببقاش موجودة اكتر من الاول، وان ما بقتش فارقة معايا، وان هو ده كان السبب في الكارثة الحقيقية اللي حصلت قبل كده، اللي حصلت بعد كده. ان انا طبعا كنت في الشغل ليا زميل كان دايما بيلمح لي بعض الاحيان بكلمة اعجاب، ولكن ما كانش فيه اي حاجة مباشرة ولا اي اعجاب مباشر ولا اي حب ولا اي حاجة، بالذات ان هو كان متجوز اصلا. فبالنسبة لي الموضوع كان عادي. بس بعد اللي حصل بدأت ان انا اتبه لكلامه، لمعاملته، لحاجات كتير كده كانت بتحصل. وبدأت أواجهه وأكلمه بصراحة، ودي كانت لأول مرة أتجرأ وأعمل كده. وفعلا اعترفت له بمشاعري وكلمته بصراحة، وهو كمان كلمني بصراحة جدا. قال إن هو متجوز وإن ما ينفعش يسيب مراته عشان أولاده. أنا عندي منها ولد وبنت، وما أقدرش أستغنى عن ولادي، فممكن لو انتي موافقة نتجوز، بس مراتي ما تعرفش. طيب، قلت له خلاص أنا موافقة، ممكن تيجي تتقدملي. وجه فعلا وتقدم لي، وكالعادة وزي كل مرة وزي ما كل اللي حصل قبل كده بيتكرر، رفضوه وقالوا طبعا ده شيء مستحيل انك تتجوزيه، وانسي الموضوع ده خالص. طب يا جماعة أنا خلاص داخلة على ال30، ازاي؟ هو انتوا برضه لازم تحسوا بيا وبموقفي. قالوا لي مش ده اللي آخرة صبرنا، وبعد كل الصبر ده هتاخديه وتتجوزيه.
احنا قلنالك الموضوع ده تنسيه. حسيت ان انا خلاص ما بقتش عايزة صح، وما بقتش هعمل غير الشيء اللي مش مألوف وبس. اتفقت معاه وقررت ان احنا نتجوز من غير هما ما يعرفوا. انا ما بقتش صغيرة في حياتي ولا حرة فيها. وفعلا ده اللي حصل، قابلني واتجوزنا فعلا. اتجوزنا شرعي عند المأذون، وأجرنا شقة، وأنا كان معايا مبلغ كويس جدا في البنك مكان شغلي، وغير ان انا كان معايا دهب كتير. فرشت الشقة احسن فرش، وأجرت شقة صغيرة كده على قدنا، وكنت بروح ان انا اقابله فيها بعد الشغل. كنا بنقعد وبنتغدى وبنتقابل وبنتكلم وكده. يعني حسيت ان انا عايشة، وحسيت كده بعزة وبراحة نفسية. هما ما كانوش فاكرين ان مش فاهمين، عايزين يفهموا ان انا خلاص بقيت حرفيا ضعت، وفاضل حاجات بسيطة واروح ومرجعش. لكن طبعا هما لو كانوا بيفهموا كانوا يفهموا كده من الاول. لكن الحقيقة محدش كان شايف اي حاجة من الحاجات دي، مش شايفين غير اللي هما عاوزينه بس. كنت مستمتعة جدا بحياتي، وفضلت الأمور ماشية زي ما احنا عايزين كده بالظبط حوالي سنة ونص. وما كنتش بتكلم خالص مع حد فيهم ولا كلمة. حتى ماما لما كانت بتحاول تتكلم معايا كنت بقفل معاها أي كلام. كنت مجرد ان انا بنزل شغلي وارجع من شغلي انام وبس. حرفيا بوظوا حياتي. كتر الحب والاهتمام طبيعي ان يدي نتيجة عكسية تماما، زي عدم الاهتمام والحب بالظبط. كتر ده ضد ده، هو نفس الفكرة. بس طبعا مرضتش ان انا، يعني ما كانوش برضو بيهون عليا ان انا ازعلهم. وفضلت قافلة على نفسي كده سنة ونص. وفي يوم حصل اللي ما كنتش متوقعاه. مراته حست بتغيير، ولقيت باب الشقة بيخبط وهو موجود عندي بيفتح لقاه. وكانت الصدمة الحقيقية بالنسبة لي اللي كملت على الشوية الفاضلين. لما دخلت وانهارت وقالت له انت ازاي تعمل كده، وقعدت طبعا تقول ألفاظ مش كويسة. وانا زعلت واتضايقت، فقلت لها انا مراته زيك وليا حقوق زيك. المهم قالت له يا تطلقها دلوقتي يا تطلقني. والحقيقة اللي عمري ما كنت اتخيل انه مفكرش اصلا. والموضوع ما خدش معاه مدة 3 دقايق، وحرفيا لقيته بيطلقني واخدها بدراعه ومشي. وما بقتش مصدقة نفسي، وما بقتش مصدقة ان انا بالنسبة له كده مجرد اي حاجة. حياتي كلها اتغيرت. مش دي الحياة اللي انا كان نفسي فيها، ومش دي الحياة اللي انا كنت بتمناها. انا كنت بتمنى حياة افضل من كده، وكنت بحلم بحاجات كتير زي اي انسانة طبيعية. وعشان طبعا احنا يعني دايما كده بنحب ناخد كل حاجة، ووصلت لكده بسبب والدي ووالدتي. وبرضه مش هقدر ان انا احاسبهم او اعاتبهم، لان وقت العتاب والحساب ما عادش ليه لازمة. وما بقتش عارفة اعمل ايه بعد ما بقيت واحدة منفصلة، وكل ده وهم مش حاسين بحاجة. بدأت طبعا بعد فترة يحصل لي مشاكل كده وتعب واحتياج شديد جدا جدا جدا. حاولت ان انا اتكلم معاه، لكن هو كان ناقل من الشغل اصلا من المكان اللي احنا فيه، وما كنتش اعرف اصلا هو نقل فين، حتى الفرع اللي نقل فيه فين. وبعد مجهود كتير وصلت هو ناقل فين حتة، ورحت له ولقيت مقابلته مش حلوة خالص، وقال لي كلام مش حلو. من الاخر كده قفل كل البيبان اللي ممكن تربطنا ببعض، وانه مش على استعداد يخسر ولاده ولا يخسر مراته، لا عشاني ولا عشان غيري. قد ايه كنت شايفاها غالية ولها عزة، مع رغم انها مش متعلمة اصلا، ومع رغم ان هي بنت ناس فقرا جدا. كانت صعبان عليا نفسي حقيقي.
وبقيت كل ما أحتاج حاجة أبعت للبواب يجي، وبقيت أنظم الوقت على كده، ومن وقت للتاني كنت ببعتله يجي الشقة يجيبلي كل اللي أنا عايزاه ويبقى موجود. ومشيت الدنيا على كده، وقررت إن أنا مفيش حاجة اسمها حب ولا جواز، وكان كل اللي أنا محتاجاه بعرف أخده وأجيبه، ولكن كنت كل يوم بفقد حاجة جديدة فيا، وكل يوم بحس إن أنا من جوايا مش أنا. ومشيت حياتي على كده، وفي يوم حصلت الحاجة اللي ما كنتش عاملة حسابها. في يوم جالي شخص مناسب وتقدملي، وكان شخص كويس جدا، وكانت زوجته متوفية وعنده بنوتة زي القمر. والغريب والصدمة إن والدي ووالدتي كانوا موافقين. في الوقت ده الشخص ده أنا هتجوزه ازاي وهقوله الحقيقة ولا لأ؟ ياريت تقولولي.